بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خلال هذه الأيام، أيام عاشوراء، أيام بكاء وحزن على الإمام الحسين عليه السلام. في خلال هذه الأيام الناس دائما في حالة انشغال بخدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، في حالة حزن وبكاء أيضا على الإمام على أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام. من خلال هذه القناة نستقبل أحد خدمة الإمام الحسين عليه السلام وأحد المعمرين في خدمة الإمام الحسين، وليهم تاريخ طويل وعميق في هذا المجال، وهو الحاج عبد الحسن جعفر أبو أنور. السلام عليكم أبو أنور مأجورين. وعليكم السلام وأنتم كذلك. أبو أنور، خلال قعدتي الطويلة وياك واستفدت منك من تاريخ المأتم العريق، من خلال إنشاء المأتم، العاملين داخل المأتم، الصعاب. تقدر تشرح لنا من خلال هذه المقابلة شيء لو وجيز لو بسيط عن إنشاء المأتم وتاريخ المأتم؟ المأتم هذا أقيم بعد المأتم القديم الحالي هذا، وفي عهد حج حسين إبراهيم بن عباس، وتم وضع حجر الأساس بواسطة الشيخ منصور الشيخ محمد الستري قدس سره، وأمام جمع من أهالي القرية. وعلى ضوء هذه البناء كله من أهالي القرية، يعني مجتمع ما مدوا يدهم لبرا أو شيء أبدا، كل التبرعات من أهالي القرية تم بناء هذا المأتم. أبو أنور، شنو كانت خدمتك في الإمام؟ شلون ابتدأت بخدمتك الإمام الحسين عليه السلام؟ هل ابتدأت يعني من خلال السيرة دائما كنت بقراءة الحديث، أو عندك أو ابتدأت بخدمة أخرى قبل هذه الخدمة يعني من حياتك؟ يعني حياتي أنا درس قرآن، ومن خلال جلوسي ويا عيسى بن خالتنا الله يرحمه، وأعطاني على دربني شوي على أساس دراسة الحديث. ومن هذه أنا ما قدرت أخلي، لابد أن أكون أول من يحضر المأتم، وعلى طول أواصل قراءة الحديث في أي مناسبة تخص المأتم. يعني أبو أنور، من هو اللي كان يعني قبل اللي كانوا يعني هم قراء الحديث داخل المأتم؟ طبعا قراء الحديث احنا اللي لحقنا عليهم. هذا أول ما قرأ، مو في المأتم هذا، المأتم السابق حجي ملا أحمد العرادي، هذا تعاقد معاه في زمن أبوي الحاج إبراهيم بن عباس أن يقرأ الحديث في زمن القديم. احنا كنا جهال ما رحنا حتى المدرسة، بس جهال. فبعدين عندما هذه ابتدأ قراءة الحديث في المأتم هذا عمي حج حسين، الوالد جعفر، عمي حج محمد أوقات، حسين محمد الله يرحمهم جميعا، وأحمد بن يوسف السعيد ابن عمنا، وحج محمود، والعيسى عبد العظيم محمد علي، وعيسى بن خالتنا. هذول على طول يعني يتواجدون في المأتم ويتعاقبون حق قراءة الحديث. هم يكونوا موجودين في المأتم من قبل القارئ يعني؟ حتى لو بعضهم ما مثل ابتدى عيسى أو ابتدى حج أحمد، يجي الثاني يعطيه، يعني من حج محمود عقب ياخذ هذه الدورة. من خلال أبو أنور في اسمه، كانت أيام قديم خب كهرباء ما كانت موجودة. على شنو كنتوا تقرون الحديث بالليل؟ الحديث طبعا إنارة المأتم بالتريكات هذه كفاية، يعني اللي هو تشتغل على الغاز الكيروسين، وما في هذه، بس هذه التريكات هذه. من هو كان مسؤول على هذا المأتم يعني؟ المسؤول على المأتم هذا طبعا عقب الوالد هذه عمي حج حسين
بعدين انتقلت إلى محمد، حج محمد عمي. وبعدين حج محمد بنى عن عبر الصحة حالته الصحية طبعا، أمر أستاذ أحمد أن يكون محله، وأعلن علنا بالنسبة إلى أستاذ أحمد يحل محله في بعد نهاية العزاء في يوم 10 من محرم، واستمر لحد الآن. أستاذ أحمد هو المسؤول بالإضافة إلى عمه يعني إذا رجع إليه يعني. شنو يعني تقترح من اقتراحات موجودة يعني في بالك موجودة إلى المأتم في تطوير المأتم؟ وش تقترح؟ والله تطوير المأتم يبغي له خطوات كبيرة. إذا توجه كلمة إلى الشباب توجههم وتحثهم إلى المأتم، شنو تقدر؟ والله أحب من الشباب يا ريت أنهم بحب الإمام الحسين سفينة نجاة، والذي يركبها ينجي مهما كان، يعني اللي يتخلف عنها طبعا هذا اعتبره في جهنم. وأنا أحب أن يا ريت أنهم الكل يتمسك بحب الأئمة، والكل يحضر مأتم الحسين. حضور المأتم الحسين هم تشجيع حق البقية الأخوة الصغار، يعني حتهم يعني الواحد يجيب، وإذا شاف ولد حتى لو مو ولد جاهل يلعب في المأتم يجب عليه أن يكون متجاوز ويقاوم ويصلحه، يعني يقول لي يحد من اللعبة اللي تشوفه في المأتم. أبو أنور أخيرا مأجورين ما قصرت وبارك الله فيك. الله يرحم والديك. يعني وافقت أن أخوك هذه المقابلة، ولأن الشرف أن لا يحصل لي الشرف وإن شاء الله في عندنا في المستقبل القريب تكون سلسلة أخرى من المقابلات، ويكون لنا حظ أوفر وياك أنت إن شاء الله. إن شاء الله. ونتمنى لأن خصوصا المعلومات اللي أخذناها منك، في معلومات حتى قبل التصوير والحين في التصوير معلومات ثرية، وتستحق أن هذه المعلومات أنها تكون في تحت نظرنا احنا وتحت بحث أوسع في هذا المجال. ما قصرت، رحم الله والديك. وأنا بعد أشكركم، والله يعودك إن شاء الله. أشكركم شكر جزيل. وأحب أقول للأعضاء حبذا لو تكونون يد واحدة، ولو صار خطأ من الثاني يتصالح مع الثاني، ما يحقد على الثاني، وموجود بين الأعضاء يعني موجود يعني حسم هذا. طبعا الشر يقول يعم والخير خصات، فهذا إذا كانت أعضاء مع بعض وما تتحمل الثاني ما راح يجي المأتم يصير بالطريقة الزينة. إن شاء الله بإذن واحد أحد إن شاء الله الأعضاء يشكرون. الله يرحم. يسمعون كلامك ونتمنى إن شاء الله الله يرحم والديكم. تطور بتكاتفهم وجهدهم إن شاء الله، موفقين إن شاء الله، راح تتطور المأتم إن شاء الله. إن شاء الله. وهذه خدمة إن شاء الله موفقين عليها. والشباب أنا ألاحظ السنة غير كل سنة، يعني طبعا شباب ناويين لخدمة الإمام الحسين ويسعون بكل جهدهم، وأشكرهم على هذا يعني. الله يوفق لكم إن شاء الله.